ميدان طلعت حرب. طلعت حرب هو محمد طلعت حسن محمد حرب. ولد في 25/11 سنة 1867، وتوفى 13/8/1941 في حي قصر الشوق بحي الجمالية، وفي رحاب مسجد سيدنا الحسين. والده موظف بالسكك الحديدية الحكومية، ومن محافظة الشرقية مركز منيا القمح. عين محمد طلعت مترجما بقسم القضائي الدائرة السنية، وهي الجهة التي تدير الأملاك الخديوية. وعينه عمر باشا على إدارة أعماله، ولقب طلعت حرب بأبو الاقتصاد المصري، وهو مؤسس بنك مصر ومصر للسياحة. مرحبا أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا مستمتعين بمحتوانا. نحن نسعى دائما لتحسين محتوانا وتلبية احتياجاتكم، لذا أطلب منكم مشاركة أفكاركم واقتراحاتكم في الرحلات القادمة التي ترغبون في رؤيتها على القناة من خلال التعليقات والاقتراحات. شكرا لكم جميعا على دعمكم المستمر ومساهمتكم في تطوير محتوانا. نحن نتطلع إلى سماع أفكاركم القيمة. جولتنا اليوم هتبدأ من ميدان طلعت حرب، ثم نتجه إلى شارع القصر، قصر النيل. وشارع قصر النيل هو أحد الشوارع الشهيرة في مدينة القاهرة، ويعتبر هذا الشارع واحدا من أهم الشوارع التجارية والسياحية في وسط البلد، ويتميز أيضا بتاريخه العريق والجمال المعماري الفريد، ويربط بين ميدان التحرير وكورنيش النيل. ويوجد بالشارع العديد من المباني التاريخية القديمة وذات الفخامة في الفن المعماري. ويوجد بالشارع أيضا بعض الفنادق العامة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية. أما من الناحية المعمارية، زي ما انتم حضراتكم شايفين العمارات اهي قدامنا، يتميز الشارع بوجود المباني التاريخية الفريدة من نوعها، مع واجهتها المزخرفة وتصميماتها المعمارية التي تعكس الطابع الكلاسيكي والعربي التقليدي. ويمكن للزائرين التجول والاستمتاع بجمال هذه المباني والتقاط الصور التذكارية في هذا الشارع. وشارع قصر النيل يعتبر وجهة تسوق رائعة، حيث يضم كما قلنا العديد من المحلات والعلامات التجارية اللي هي البرندات التي تبيع مختلف المنتجات مثل الملابس والأحذية والمجوهرات والمنتجات الحرفية التقليدية. ويحتوي الشارع على العديد من المطاعم كما قلنا سابقا. ويتميز أيضا الشارع قصر النيل على ضفاف النيل بإطلالاته الخلابة على النهر، وجسر قصر النيل الشهير الذي يربط بين الضفة الشرقية والضفة الغربية للمدينة، وكورنيش النيل المجاور للشارع مكانا للتنزه والاستمتاع بالمشاهدة النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية. وزي ما انتم حضراتكم شايفين دلوقتي الفن المعماري القديم والكلاسيكي، والدولة بدأت في هذه الآونة أن تعيد ترميم هذه المباني، وأن تدهنها كلها بدهانات موحدة حتى تكون فيه هوية بصرية للشارع وللعمارات. وهذه العمارة كان يسكنها بعض الفنانين سابقا. وشارع قصر النيل هو واحد من أفضل الشوارع في القاهرة، لأنه يتميز بالاستمتاع بالتجول فيه والتسوق والترفيه واستكشاف التراث والمعمار التاريخي. وكما قلنا سابقا يوفر للزوار تجربة فريدة في قلب القاهرة. وشارع قصر النيل يبدأ من عند المتحف المصري ليصل إلى ميدان سليمان باشا، ثم يصل في طريقه إلى
التقاطع مع شارع الجمهورية عند جامع الكيخية في وسط القاهرة كما تشاهدون في الفيديو. وشوارع القاهرة ليست مجرد شوارع وطرق تؤدي إلى بعضها البعض، بل تاريخ محفوظ، وتشمل شارع الفلكي وطلعت حرب ومحمود بسيوني وهدى شعراوي وشارع رشدي وسليمان باشا الحلبي وغيرها من الشوارع الشهيرة بوسط البلد. وكما حضراتكم تشاهدون بعض المحلات التجارية الفخمة والتي تبيع أرقى الملابس والأحذية. وعلى يميننا دلوقتي اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين ده البنك المركزي، وهيبقى على ناصية البنك المركزي شارع شريف. ولو شفنا حضراتكم شارع شريف هيودينا إلى ميدان باب اللوق وشارع هدى شعراوي وشارع محمود بسيوني وغيره من الشوارع الشهيرة. وكما تلاحظون احنا لسه دلوقتي داخلين اهو على الإشارة، واللي عاملنا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل ده البنك المركزي الشهير في وسط البلد وشارع شريف وهذه المحلات التجارية الفخمة كما تشاهدونها. ودلوقتي زي ما انتم حضراتكم شايفين اهوت احنا بس وقفنا في الإشارة، وعلى يميننا الدخلة اليمين ده شارع شريف. لو دخلنا منه يمين هيودينا إلى باب اللوق ووزارة الأوقاف وشارع هدى شعراوي وشارع محمود بسيوني وغيره من الشوارع. ولكن احنا مستمرين في اتجاهنا إلى أن نصل إلى ميدان مصطفى كامل، أو حضراتكم شايفين آدي شارع شريف وآدي اللفتة بتوجه إلى شارع شريف. ودلوقتي احنا هنكمل في طريقنا إلى شارع قصر النيل حتى نتقابل مع ميدان مصطفى كامل أو الزعيم مصطفى كامل كما يطلق عليه. هيكون في ميدان مصطفى كامل شارع محمد فريد يمينا ويسارا إلى أن يتقاطع مع شارع 26 يوليو. وشارع محمد فريد سوف نتكلم عليه في رحلة قادمة، وأنتظر آرائكم. هل تودون أن نجري جولة في شارع محمد فريد؟ في انتظار اقتراحاتكم. وزي ما انتم شايفين اهو دلوقتي احنا من على بعد اهو باين تمثال الزعيم مصطفى كامل اللي في الوش اهوت. ومن أعرق وأقدم شوارع القاهرة كما جاء في كتب التاريخ أن شارع قصر النيل الذي تم إنشاؤه بتكليف من الخديوي إسماعيل عام 1882 ليبدأ من ميدان التحرير ثم يتقاطع مع ميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل مرورا بشارع شريف باشا ومحمد فريد من الجهة اليمنى لينتهي شرقا عند ميدان الأوبرا أو ميدان إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا ومسجد الكيخية على اليمين. وزي ما انتم حضراتكم شايفين البنايات الحديثة في هذا الشارع وفي هذه المنطقة تحديدا. ودلوقتي احنا وصلنا إلى ميدان سويرس أو سوارس كما كان يطلق عليه سابقا، وحاليا ميدان مصطفى كامل. وفي هذا الميدان
سوف نجد عمارة من العمارات الشهيرة، وهي عمارة سويرس، وتقع في ميدان أو ميدان مصطفى كامل باشا، ولكن تطل أحد جوانبها على شارع محمد فريد، وتطل من الجانب الآخر على شارع قصر النيل. وها نحن دلوقتي وصلنا إلى ميدان مصطفى كامل الذي كان يسمى سابقا سوارس. ثم قرر مجلس الوزراء في ذلك الوقت وضع تمثال مصطفى كامل في ميدان سوارس ليزين الاسم والتمثال الميدان إلى يومنا هذا. وحضراتكم شايفين البنايات الحديثة والزخارف على العمارات. وأسرار القاهرة للعمارات وسط البلد بنايات عتيقة وزخارف فريدة. ده شارع محمد فريد زي ما حضراتكم شايفين دوت، اللي هناك ده في الوش دوت ده بنك مصر، ودي كده عمارة سويرس من أشهر العمارات في هذا الشارع. وأيضا من أهم العمارات الموجودة في وسط البلد هي بنايات عتيقة وزخارف فريدة أسسها الخديوي إسماعيل، وكان يريد أن يعمل عاصمة جديدة قادرة على خطف الأضواء المبهرة من عواصم أوروبا وبنايتها. وشارك في بنائها عمال من كل الجنسيات، والتي ترصد مرحلة مهمة من جمال مصر ونهضتها المعمارية. رغم تعرض الكثير من المباني لأضرار مختلفة مع الزمن، لكنها لا تزال شامخة في منطقة وسط البلد. أنطونيو لاشاك هو مهندس معماري نمساوي تميزت تصميماته المعمارية بالطابع الكلاسيكي كما قلنا سابقا، والذي جمع بين العمارة المحلية والأوروبية. ومن أعمال هذا المهندس النمساوي بنك مصر ونادي الأمراء. وهذا المهندس أنطونيو لاشاك أعاد تصميم قصر عابدين بعد أن تم احتراقه، والذي كان في ذلك الوقت مبنيا قبل ترميمه بالخشب. وها نحن قد أوشكنا على الانتهاء من شارع قصر النيل، ثم هيقابلنا تقاطع الشارع الرئيسي اللي هو شارع الجمهورية وجامع كيخيا. وإن شاء الله سوف ننهي رحلتنا في ميدان الأوبرا عند تمثال إبراهيم باشا.